مساء الخير صحابي وصحباتي وكل اللي معايا على القناه، وحشتوني كتير 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 من امبارح للنهارده لدلوقتي. النهارده معايا حاجه مختلفه خالص. انا ما كنتش هطلع اتكلم في جرايم يعني الا لما اذا الجرايم دي بتشدني فعلا، يعني مش اي حاجه بتلفت نظري، بس الجريمه بتاعت النهارده دي لفتت نظري بشكل مهول. طيب ايه اللي حصل فيها؟ في قريه الدقهليه واحده اسمها شيماء. شيماء دي كانت متجوزه واحد ومخلفه منه بنت اسمها ساره. انفصلت عن الراجل ده واتجوزت واحد اسمه محمد، يبقى اصبح البنت اللي هي بنت شيماء مش بنت محمد. طيب ايه اللي حصل؟ شيماء دي ليها صاحبة مقربة ليها جدا 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 اسمها هدى، ما بيفترقوش، رايحين جايين واكلين شاربين نايمين مع بعض. بمعنى ان صاحب ان جوزها ده ماشي بيعمل الرذيلة مع صاحبة شيماء اللي هي هدى، وعادي مع بعض، يعني الاتنين مع جوز شيماء، وعادي جدا ومتقبلين وفرحانين ومبسوطين ومفيش اي مشاكل. اتعرفوا من فترة قريبة على واحدة اسمها كريمة بتبادل معاهم نفس الرذيلة، يعني اصبح التلاتة مع محمد، يعني محمد بيجتمع بيهم هما التلاتة في وقت واحد ومع بعض، والحياة حلوة وجميلة ومفيش أدنى مشكلة. في مرة من المرات وهما التلاتة مع بعض، البنت اللي هي سارة دي اللي هي مش بنت محمد، هي بنت شيماء بس، شافتهم. طب بعد ما شافتهم هدى قالت لها ايه ده يا بنتي، ده البنت شافتنا، مش تقفلي علينا الباب ولا حاجة؟ هم عندهم حياء بصراحة، يعني ايه، هدى تحس ان في حياء كده عندها، يعني مكسوفة. قالت لها دي عيله صغيره عندها 3 سنين، مش هتاخد بالها احنا بنعمل ايه ولا بنسوي ايه، هي دي تفهم حاجه؟ بجحة. قالت لها ازاي يعني؟ قالت لها ما انا بقول لك 3 سنين دي تفهم حاجه ولا تعرف حاجه؟ يا ستي سيبيها، ايه هي مش فاهمه حاجه. كريمه قالت لها ايه يعني هي مش فاهمه؟ هما برضو بيفهموا يا جماعه، مش اي حاجه كده وخلاص، لازم يدرسوا الموضوع. قالت لها لا دي مش فاهمه حاجه، سيبيها مع نفسها، هي بتلعب جنبينا وخلاص. ومحمد ما عندوش اي رد فعل خالص، ولا بيهش ولا بينش. طيب ايه اللي حصل يا جماعه؟ قبل ما اكمل لكم ادعوكم للاشتراك في القناه ولايك لايك 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 يا جماعه عشان اكمل لكم الموضوع. طبعا احنا عارفين ان الدقهليه فيها كوره صغيره، فاي حاجه بتحصل في القريه بتبص تلاقي كله عارفها، كل الناس عارفاها وكل الناس عندهم خلفيه بالموضوع، يعني ما فيش حاجه بتستخبى في قريه صغيره في مدينه، في قريه اللي هي تبع الدقهليه او اي بلد يا جماعه. الارياف معروفه ان ما فيش حاجه بتستخبى، حصلت عندك حاجه البلد كلها بتعرفها. البنت 3 سنين ساره سابوها في الشارع تنطلق وبتلعب مع العيال. البنت عملت ايه؟ تعالوا نلعب كذا، تعالوا نلعب كذا مع اصحابها. قامت قالت لهم لا ده انا عندي لعبه مختلفه وحلوه قوي. قالوا لها لعبه ايه دي يا ساره؟ قالت لهم والبت بتتكلم بالعافيه، 3 سنين دي انتوا متخيلين؟ يعني لسه نازله من على صدر امها، لسه مفطومه. طيب هتلعبينا ايه يا ساره؟ قالت لهم انا هنلعب لعبه ماما وطنط هدى وطنط كريمه بيلعبوها مع بعض مع انكل محمد. طيب لعبة ايه؟ تعالي يا هدى عرفينا. تعالي انتي مختارة بقى 2 من صحابها، وتعالى انت، احنا 3 اهم، وانت ايه الولد. هنلعب ايه؟ قامت واخداهم جوه في الشقة مطرح ما بيقعدوا امها وجوز امها واصحابها الاتنين، وخلعوا ملابسهم اللي هي من تحت، ويلا يا جماعة عشان ايه نلعب. طنط ماما
وطنط كريمه وطنط هدى بيلعبوا كده مع انكل محمد. بيلعبوا ازاي؟ بيعملوا كده عيال مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه. دخلت امها هي وهدى اللي ما بتفرقهاش دي، اكله نايمه الشاربه كل حاجه معاها، حتى مشاركاها في جوزها. شافت الوضع ده هي وايه وشيماء، قامت قالت لها الحقي بنتك بتعمل ايه، خدي بت خدي بت. ايه يا ساره ده اللي انت بتعمليه؟ بتعملي ايه يا حبيبتي؟ قلت لها انا بلعب يا ماما. بتلعبي ايه؟ بلعب زي ما انت بتلعبي انت واصحابك وانكل محمد. قامت راحت طبعا البت فاكراها لعبه، البت كل ده متخيله ان ده لعب، ما تعرفش ان دي وكسه. تقوم تفكر في ايه شيماء بقى، تقول لها ايه ده، طب هنعمل ايه دلوقتي، هنسي البت دي ازاي؟ قالت لها تنسيها ايه؟ بقول لك ايه، انت عايزاها؟ قالت لها عايزاها يعني هعمل ايه؟ قالت لها يعني هي واد هتحزني عليها؟ قال يعني لو في واد هيبقى سند ليكي يا ده انت هتجيبي له العار يا منيله يا موكوسه. طب هنعمل ايه؟ قالت لها نقتلها نتخلص منها، ننجي كريمه واحنا الثلاثه نتخلص منها. تخلصي ازاي يا بنتي؟ هنعمل لها ايه دي ولا هنسوي فيها ايه؟ قالت لها انت مالكيش انت دعوه، احنا انت موافقه؟ قالت لها موافقه. وانا عايزاها في ايه؟ انا عايزه ابقى براحتي، عايزه انطلق براحتي. اجتمعوا الثلاثه وخدوا البت موتوها ورموها في قلب ترعه هناك في البلد جنبهم. وطلعوا بقى ايه، خراشي يا لهوي البت اتخطفت، البت ما رجعتش. وعلى الاقسام بقى والبوليس وبنتي وكبدي. البوليس بدأ يعمل تحرياته، طبعا هم بلغوا محمد بعد ما هم عملوا الجريمة. بنتي كانت ايه، كانت بتلعب مع العيال وما شفناهاش، ما نعرفش راحت فين. تحريات المباحث بقى، انتوا عارفين المباحث دي حاجة يعني مفيش حاجة بتعدي هنا. وسألوا الناس وسألوا الكرة وي ما نعرفش، ما شفناش. كنا بنشوفها بتلعب مع العيال في الشارع، اخر مرة شفناها بتلعب مع العيال. جابوا العيال اللي كانوا بيلعبوا معاها، انتي شفتي صاحبتك كانت فين؟ طب راحت فين؟ طب مشيت مع حد؟ لا احنا كنا بنلعب اللعبة اللي طنط شوشو بتلعبها هي وهدى وطنط هدى وكريمة مع انكل محمد، ودخلوا علينا وخدوها. احنا اخر مرة شفناها كانت كده العيال. لا انتوا ما شفتهمش؟ طب لعبة ايه اللي بيلعبوها؟ اللعبة اللي بيلعبوها كذا 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 كذا. المباحث ما بتعديش عليها اي حاجة. قعدت وجابتهم التلاتة وضغطت عليهم، انتوا عارفين ضغط المباحث عامل ازاي، وقعدوا واعترفوا. اي نعم محمد اول لما قالوا له قال لهم انا ما اعرفش حاجه، انا فعلا بعمل الرذيله مع دي ومع دي بموافقه مراتي وبعلم مراتي وبموافقتهم كلهم، ما غصبتش عليهم. لكن قتل ماليش فيه يا ريس، ما قتلتش حد، ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. اي نعم هم قالوا لي بعد ما قتلوا، بس انا اعمل ايه؟ هي بنتي مش بنتي. هي مش بنتك، بس انت اتسترت، انت اتسترت وعرفت وسكت. كنت بلغت في ساعتها، جبناك وسألناك وانا ما اعرفش فين، ده البت ضايعه، ازعاج سلطات. بالضغط على التلاتة اعترفوا بكل حاجة وقالوا احنا بنعمل كذا 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 كذا، والبنت شافتنا وحبينا نتخلص منها، واتسجنوا 4 ايام على ذمة التحقيق. وان شاء الله بعد ال4 ايام ما يعدوا هياخدوا تاني وتالت ورابع الى ان القانون ياخد مجراه، ومش هيعدوا من تحت القانون. واقعدي في السجن بقى، هيبقى معاكي جماعات، اعملي كل اللي انت عايزاه. والحمد لله ان انت اتخلصتي من بنتك، عشان ما تطلعش تلاقي امها واحده زيك، ما تطلعش تلاقي امها. مش عارفه اقول ايه، حسب الله ونعم الوكيل في كل الاشكال اللي ما بيقدروش ان ربنا بيديهم بيت واسره واولاد وبيعملوا حاجه زي كده. ودي كانت قصتنا النهارده يا جماعه، ولفتت نظري جامد، عشان كده حبيت ان انا اعرضها عليكم. باي باي. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك لايك لايك. باي باي.